تناشد عائلة سويسي من الطارف المحسنين المساعدة لإجراء ابنها ياسين عملية جراحية مستعجلة على مستوى الحوض، وهذا لتمكينه من المشي مجددا، وذلك إثر تعرضه لحادث سقوط من الطابق الرابع أثناء عمله كبناء. المراسلة لزهير تشطب. أنا طالب من ربي اني نرجع نقف على رجلي كما كنت ونخدم انا ونجيب كما قال واحد خبز لوليداتي نجيبها انا بيدي بعد فهمتني كما خبز على لي الوليدات. والحمد لله توحشت حتى نمشي على رجلي انا. الحمد لله يا ربي الحمد لله. حين يبكي الرجال فاعلم أن الهموم قد فاقت علو الجبال. حادث عمل بالسقوط من الطابق الرابع قلب حياة ياسين سويسي رأسا على عقب. فما قصة هذا البناء وما سبب كل هذا العناء؟ كنت كما يقولوا خدام لابس بيا الحمد لله، كنت نخدم مصنعية تحت من الطابق الرابع. الحمد لله كما قال واحد كما يقولوا درت عملية على رجلية في زوز، كما يقولوا عملية عرجية كما يقولوا الحمد لله. قعدت عملية مع مسلاني كما قال واحد، لقينا العملية شوي صعيبة هذه المسلان كما قال واحد، قعد من اني ناقف وما نقفش لحد الان كما يقول واحد الطبة قالوا لي كنت واقف كما قال واحد ممكن تتشل. هذا الحادث حول ياسين القاطن ببلدية الشيحاني في ولاية الطارف إلى مقعد، وهو المعيل الوحيد ل4 أطفال وزوجة ماكثة بالبيت، ومع غياب التأمين تضاعفت المعاناة ولم يبقى لهم سوى العيش بالمساعدات. كما المرة اللي فاتت كان طبيب بعثني لطبيب في البليدة، ما نقدرش حتى باش نروح للبليدة ما عنديش كفاءة. يعني نطلب من أهل الخير يعاونوه يوقف على رجليه يمشي برك. ياسين يحتاج اليوم لعملية جراحية حساسة ومكلفة على مستوى الحوض، على أمل وضع حد لهذه المعاناة اليومية والعودة للحياة العادية. والله واش نطلب من ربي وكما يقولوا اهل الخير انهم يعاونوني كما قال واحد باش ندير العمليه نقف نرجع كما يقولوا نخدم على وليداتي. اجتماع القلوب يخفف المحن حتى وإن كانت عظيمة، وهذه الوضعية الأليمة تستوجب إغاثة من النفوس الرحيمة لإعادة البسمة لهذه العائلة الكريمة.